لو عايز تحرج شخص مغرور وبيحاول يبين نفسه قصاد الناس وتوريله قصاد نفسه ان هو ولا حاجة، هتعمل خطوة واحدة بس. الشخص المغرور هتلاحظ دايما ان هو بيتكلم بس بدون افعال، لانه مش هيقدر ينفذ اللي هو بيقوله. انا بترسم بس، لكن تعالى حطني في موقف مش هعرف اتصرف وههرب. فهتلاقيه دايما بينظر عليك وبيقولك انت ازاي اتصرفت كده، كان المفروض انك تعمل كده. ساعتها بدل ما تبرر له تصرفاتك قوله ايه ده بتهزر، يا ريتك قلت لي كده من قبلها، يعني انت لو كنت مكاني كنت هتتصرف باللي انت قلته ده؟ هيقولك ايوه طبعا. قوله تمام، بما ان كده انا في موقف حصل لي في شغلي وبجد الموقف ده خلاني اواجه مشكلة كبيرة، انا عايزك تحليلي المشكلة دي من اولها لاخرها، فبجد انا محتاج لك جدا. هتلاقيه قلق جدا وبدأ يسألك ايه هي طيب المشكلة، وخايف ما يكونش قد الثقة والغرور اللي بيتكلم بيهم. فدايما عشان توقع الشخص المغرور حطه قصاد موقف، ساعتها هيشوف نفسه قليل ومش هيقدر يترسم عليك تاني. ولو عايز توقعه اكتر وهو بينظر عليك وبيقولك المفروض كنت تعمل كذا، قوله طب ما احنا لسه فيها على فكرة والموضوع لسه مخلصش، تعالى قولي اعمل ده ازاي وحله معايا، ده انت جيتلي من السما. برضه هيرجع خطوات لورا. ولو عايز تحرجه قصاد الناس اكتر، قوله هو مش انت قبل كده حصل لك نفس الموقف ده وما كنتش عارف تتصرف وكنت عمال تسألنا اعمل ايه. الحركة بقى الخرافية اللي هتخليه يحرم انه يتغر عليك تاني. دايما الشخص ده هتلاقيه بيقولك في اي حاجة ان هو عارفها، هتلاقيه ان انت بتقوله اي خبر فيقولك ما انا عارف اللي انت هتقوله ده، انا من قبل ما اتولد وانا عارف كل حاجة. لما تيجي تقول انا صلحت الحاجه الفلانيه دي يقولك ما انا عارف اصلا هي بتتصلح ازاي. فلما يجي يعمل معاك حركه زي كده وتقول له الريموت ده كان بايظ وانا صلحته من الزرار ده، هتلاقيه بيقول لك ايوه ما انا عارف ان هو بيتصلح من الزرار ده، انت ما سالتنيش ليه اصلا. ساعتها اقول له لا مش من الزرار ده اصلا، هو انت بتفتي؟ هيقول لك لا يا ابني انا عارف هو بيتصلح منين. طب ماشي وريني هو بيتصلح منين. برضه هيبقى شكله وحش جدا قصاد نفسه، وهيحرم ان هو يحط نفسه في موقف تاني معاك انت بالذات بالشكل ده.